معنا الآن من أديس أبابا محمد العروسي نحن نفتخر بها. شكرا لك على هذه الاستضافة. شكرا جمو وفياي. ومجددا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مي وايد دورة أفهم عربي فادين. سبحان الله، كيف نتحدث عن در الدواء خلال هذه الثواني وهي التي أغرقتنا بحبها وكرمها وكرم أهلها بعطائها، هذا الحب الذي نكتنزه في صدورهم وهم يهدوه إلينا عبر هذه المحبة الغامرة التي تغمرنا عندما وصلنا إلى هذا المكان لأجل تكريمنا في مناسبة افتتاح سد النهضة. شكرا لك أخونا المنشد الكبير الإثيوبي، نحن نشكرك على جهودك. شكرا. ونتمنى أيضا أن تعزز هذه الرسالة باللغة العربية. لماذا؟ لأهمية اللغة العربية في إثيوبيا ودورها الإقليمي، وخصوصا الوضع الجيوسياسي يحتم علينا أن تكون إثيوبيا تتعاطى باللغة العربية إلى أبعد حدود، وهذه أمانة في عاتقكم، أنتم أهل لها. أيوة كذلك؟ أيوة. نعم، نحن نشكركم. در الدواء مدينة جميلة، مدينة تاريخية، مدينة تجسد الوحدة الإثيوبية، فتجد فيها من كل الأعراق. هذا دليل على التسامح والحب الذي يمتلكه الإثيوبيون. الوحدة، هذا التنوع الثقافي والفكري والإنساني في در الدواء إنما هي أيقونة حية من النسيج المجتمعي الإثيوبي الذي نفتخر به. مجتمعنا غني بالعادات والتقاليد والموروثات التي نحن نفتخر بها. شكرا لك على هذه الاستضافة. شكرا جزاك الله. اي قارنتنا وبلش خني قد خن واي بيخنيا بكوي نورا ummatatti dubbachaa jiru ummata garagaraa kana afaan arabaatiin biyya keenya keekaa jiru nurraatti deebisaa godhaafii jiru arraantan asitti wajjin wala garee Muhammad Al-Arsi hedduu galatoomee yennaani si jaalanna si kabanya anillee akkasumatti isin jaaladhaa. rabbi isinaa kabajuu. warri dirri dawaa akkuma ummata Itoophiyaa kanu jaalatu kana lubbuu teessan rabbi haa tokko godhu haqa irratti inshallah bi'idhnillah. wanni isin hojjettan biyyaaf rabbiin birattillee hin argamaa, ummata keenya birattillee hin argamaa. jabaadhaa, biyya teessan jabeessaa, Itoophiyaan teenna haa jabaatu. إن شاء الله. معنا الآن من أديس أبابا محمد العروسي النائب في البرلمان ومستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي. أهلا بك سيد محمد العروسي. يعني غدا تبدأ أديس أبابا تشغيل سد النهضة رغم كل ما أحيط بهذا الملف من جدل. على ماذا تعول أديس أبابا لحسم كل هذا الجدل والشكوك والقلق؟ تعول إثيوبيا أولا على تحقيق هذه العدالة المائية المرتقبة، فتدشين سد النهضة هي لحظة تاريخية ينتظرها أكثر من 120 مليون نسمة. هذه اللحظة التاريخية التي هي عبارة عن تدشين للوحدة وتعزيز لهذه الوحدة الإثيوبية، إذ أن سد النهضة يعتبر مشروع القرن الذي كافحت وناضلت إثيوبيا من خلال تشييده على تحقيق أو لتحقيق العدالة المائية المنهوبة منذ عقود طويلة. ومجددا نقول أضاء نورك في قومي وفي وطني يا خالق الكون يا ذا الجود والمنن. أفواهنا بعظيم الشكر ناطقة وقلوبنا حمدت في سر وفي علن. بعظيم فضلك بات السد مكتملا ليفيض بالخير لا بالضر والشجن. إثيوبيا اليوم تمضي في مسيرتها نحو الشموخ بلا كل ولا وهن. لن توقف الركب أحجار مبعثرة يا من قذفت بها في غابر الزمن. إنا جمعناها بالجد قاطبة نبني بها وطنا عانى من المحن. فلتسأل السودان أو علماءها عن سد نهضتنا الملهم الحسن. تالله قد شهدوا بالحق ما كذبوا، ما استبدلوا الحق بالبهتان والفتن. وهل أتاك حديث القوم إذ رحلوا لمجلس الأمن بالشكوى وبالحزن؟ وبات ناطقهم في الجمع مرتبكا وزعمه بأمور السد أدهشني. فلا وربك ما كانت مخاوفهم من سد نهضتنا بل من نهضة الوطن. سنبني السدود
تلو السدود على النهر تلو النهر، ولن توقفنا بإذن الله أي قوة على وجه الأرض. كبجمو فياي قافي توكو قبا قافين كبجا توبيا الراتي كبجان توبيا ايس جرتي بيا عالما كيستي دبلوماسين بيتينا ديبي بيتشامتي بكتي دابو دندقو قبتي أمتا توبيتي للبوكنا إرّا كبي ألا تعني توبيا تمسيسو بربادا تي أكمت ديبفنا دندتي قدا قباتشو قبنا مكان توبيا إيس جرا كبجا قبني تديبسو دندينا أكمت تديبسا جرا وان إسان هجتا جرا نوغلا جرا أني قد قلتك الحمد لله يعني وان مقام بيتنا حالما كيستي لقى يا ماجرة فايلي قردا كيستي هم بونان وانكا قد نقمت جيسا ونكون قرو دبلوماسين كينا قافتما كينا بيتشامتي أمني مرتي كتوبيا إنما توبيا كباتي دبلوماسي توبيا تقو كبا لما تا وبليان كينا كبي ألاجرا أمة توبيا كيسا لدى نوغل الحمد لله يعني وان بيتين اللي وجدتي وان بيتين اللي إفاجا جرت قالتو ما جران نما مرا كإفاجا جران akka ummata san gargaaran biyya alaa san keessatti garuu haalli isaanii waan isaan keessa jiran rakkoon isaanii gaafatama ummata obboleeyyan keenya warra haja alaa keessa hojjetan kana waliin jiraachuu qabna. Nu martinuun beekna akka namni hedduun hidhaa jiraatu ka Itoophiyaa ta'an baasiin keenya bakka sanitti argamanii nama keenya gargaaruu qaban ka rakkoo keessa seenee rakkoo keessaa baasuu qaban haga isaan biyya ofiitti deebi'anitti. Maqaan Itoophiyaa jabaachuu qaba. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jedha.